السلام عليكم، كيف نتوما؟ مزيانين؟ نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. كيف ما كتشوفوا معايا اليوم ان شاء الله غادي نحضر معاكم البسبوسه بالكريمه. كيف ما كتلاحظوا معايا. وبعدا بغيت نقول لكم شكرا بزاف على التعاليق ديالكم وعلى الاشتراكات ديالكم وعلى اللايكات. شكرا لكم بزاف بزاف، وكنتمنى تعجبكم البسبوسه بالكريمه اللي غادي نوجدها معكم انا ان شاء الله. وخليكم مع طريقه التحضير. كيف ما كتلاحظوا اول حاجه غادي نوجدوها هو القطر. غادي نعملوا كاس د السكر. بالنسبه للسكر اختياري، كل واحد وعلى حسب الذوق ديالو. هنا عندي كاس د السكر مع 2 كيسان د الماء او كاس د الماء. على حسب واش بغيتو تخليوه على النار، يعني مده طويله ولا قليله. كيبقى الاختيار ديالكم. هنا عندي كاس السكر مع 2 كيسان د الماء، وغادي نضيف معاهم 2 طروفات د اللتين. وتاني حاجه غادي ندهن المول بالزبده باش ما تلصقش. هذه حاجه باينه. غادي ندهنو مزيان، وغادي نزيد مني غادي ندهنو غادي نرش شويه د السميده فوق منا. بسم الله على بركة الله. غادي نبدا اول حاجه اللي هي 3 د البيضات. بالنسبه للبيضات يكونوا بحراره المطبخ. وعندي كاس ونص د السميده، وعندي كاس د الزيت، واحد الفاني، ونص كاس السكر، وجوج الخمارات 8 غرام. وعندي هنا واحد ياغورت، وعندي قشور د اللتين او د الحامض. بغيتو تنسموها هو هذاك، ما بغيتوش يعني كتعملوا من ناقص من اللتين والحامض. بالنسبه للسكر، السكر كيبقى اختياري. بغيتو تزيدوا، يعني بغيتوها تجي حلوه بزاف، عملوا السكر كاس. بغيتو بالنسبه للسكر كتبقى اختياريه. غادي نبداو بالبيضات هما الاوليين. موراها غادي نضيف قبيصه الملح، نسيت ما ذكرتهاش معاكم. بالنسبه للملح كتعوض لنا الذوق وصافي. غادي نضيف كاس الزيت. غادي نضيف مكونات كاملين مع بعضهم، عفوا. وغنضيف الفاني. وكيف ما لاحظتوا ضفت بشور اللتين. وغنضيف نص كاس السكر. موراها غنضيف ياغورت. وغنستمر بالتخليط حتى تيتخلط لي هادشي مع بعضو مزيان. وكيف ما لاحظتوا من بعد ما خلطت المقادير مع بعضها، غادي نضيف واحد ياغورت طبيعي. موراها غادي نضيف 2 خمارات 8 غرام. كانت عندكم ديال 21 غرام حتى هي ماشي مشكل.
ودابا غادي نضيف السميده. بالنسبه للسميده كتختاروا السميده ديال الحرشه وديال البسبوسه. آه يعني ما تكونش غليظه وما تكونش رقيقه بزاف، السميده المواسطه. وهنايا ضفت كاس ونص د السميده، وموراها ضفت ربع كاس د الحليب، وغنستمر بالتحريك. انا هنايا غنحاول نقسمهم يجيو قد بعضهم باش ما تجينيش طبقه كبيره على اخرى، باش ما نعمل الكريمه في وسط يعني في وسط منهم ما تجينيش طبقه وحده كبيره على اخرى. على داكشي حاولت نقسمه. دابا غادي ندخلها غادي نعمل الطبقه الاولى وغادي ندخلها للفران. غنخليها تما تقريبا 8 دقائق. 8 دقائق في الفران على نار مهيله. المهم غير حتى تنشوفوا باللي البسبوسه يعني ما يعملوا يدانا الفوق نجبروها قصاحي شويش يعني طابت نص طياب. المهم ما تحمرش بزاف، غير طيب نص طياب، وديك الساعه نخرجوها ان شاء الله. وهنايا كيف ما تلاحظوا غادي نعملوا الكريمه. هنا عندي نصف لتر د الحليب. غادي نضيف له 3 المعالق د مايزينا او النشا، المهم فحال بعضهم. وغادي نضيف تقريبا معلقه ونص د السكر، بالنسبه للسكر اختياري. وغنخلط دابا مزيان وغنعملها على نار مهيله وهي كتسخن وانا كنستمر بالتحريك باش ما تلصقش. بالنسبه لهنا كيف ما لاحظتوا هذا هو القطر اللي حضرت معكم. صراحه انا بغيته يبقى خفيف شويش، ما بغيتوش يتقل. وهذه هي الكريمه اللي وجدتها معكم. غنخليها على جانب تبرد شويوش. وكيف ما لاحظتوا هذه هي البسبوسه طيبتها انايا تقريبا نص طياب، يعني هي ما طابتش مزيان. المهم غادي نضيف لها دابا الكريمه. هي ما طابتش من الوسط، ولكن ماشي مشكل، مني غادي نرجعها للفران غطيب مزيان ان شاء الله. كيف ما لاحظتوا انا هنايا كنضيف الكريمه في الوسط. من موراها غادي نضيف باقي الخليط البسبوسه من الفوق منها. هنا بالنسبه للخليط اقصح لي شويوش، انايا ضفت له تقريبا ربع كاس د الحليب، غير باش نرجعوه خفيف شويش ما يبقاش يقاصح. كيف ما كتلاحظوا انا عملته وغادي نوزع الخليط البسبوسه فوق الكريمه مزيان. المهم حتى ما تبقاش تبان الكريمه. وهذه هي البسبوسه اللي حضرتها معكم من بعد ما دخلتها الفران وطابت. صراحه جات فيها تحميره مزيونه، واخا كتبان يعني محمره بزاف. هذا غير الضوء الكاميرا والضوء التليفون. هنا غادي نحاول نوزع القطر عليها وحتى تشربوا مزيان. تقريبا كتبقى في الثلاجه ولا ما يدبرد نقولوا 6 ساعات 7. شحال ما بقات كتزيد تشبر في راسها مزيان وكتزيد تقصح. يعني ما كتبقاش سخونه. وديك الساعه بغيتو تقدموها بالصحه والراحه. بالنسبه للتزيين كيبقى اختياري، كل واحد كيزينها كيف ما بغى. هنايا انا غادي نحاول نقطعها معكم واخا بقى سخونه،
يعني هي خصها تبقى تقريبا 6 ساعات ولا 7 ساعات تا تبرد على خضراء باش داك الكريمه حتى هي كتشبر مزيان مطعه. وهنا انا غادي نقطعها ونوريها معكم كيفاش كتجي. يعني بغيت نوريها هي سخونه، ومن بعد ديك الساعه نوريها لكم وهي عاود مني تبرد ان شاء الله يا ربي. وهذه هي البسبوسه اللي حضرت معكم انايا. كنتمنى تعجبكم ونال الاعجاب ديالكم. صراحه بسيطه ولكن كتجي في المذاق رائعه. رائعه الصراحه. ماشي نقول لكم زعما رائعه كنشكر لكم راسي، ولكن بصح كتجي مزيونه. وكنتمنى تحضروها، تخليوها يعني العشاء الميريندا كسكروت كل واحد شنو كيقول له. المهم كنتمنى تعجبكم ودنا الاعجاب ديالكم، وشكرا لكم بزاف على التعاليق مزيونه. وما تنساوش الاشتراك وتخليوا لي شي تعليق مزيون. وشكرا لكم، مع السلامه في الفيديو القادم ان شاء الله.